شكون هو الشيخ فتحي؟ راه قال لك اذا كان بيتك من زجاج ما تضربش الناس بالحجاره. مراتك اللي مزوج بها الشاب بلال شكون هي؟ الشيخ فتحي الله يرحمه ويوليه برحمه الله وذكروا امواتكم بالخير. شتي سبحان الله العظيم، دير شي صدقه هذاك السيد حتى ربي جاب لي خبارك حتى بين يديا وغنحطهم لك كما سأتي المرأة المغربية وغتعرف أن المرأة المغربية خط أحمر. غنعاود لكم اخوتي، الشيخ فتحي هو واحد الفنان الراي، أول واحد غنى الراي في الجزائر. كان مسكين هاد السيد تقاتل وهذا ومشى لفرنسا، وكان تعرف على واحد السيدة اللي هي لاباس عليها ماديا كما تنقولوا، مسكين وكان تيتقاتل الله يرحمه وليه برحمه الله. قصه حزينه الصراحه، قصه كتبين لكم المعدن ديال الكرغولي بنو بوصبع الكحل، لان كلهم عجينه وحده. مشى لفرنسا تيتقاتل، طلع بزاف ديال الناس طلعوهم لفرنسا، منهم هذا الشاب بلال. طلع بزاف ديال الناس. هذا الشاب بلال كان تيدير شي آلة موسيقيه مهم، هذا ناض وقف معاه هذا السيد، طلعوه لفرنسا. وكان هذا الشاب بلال صغير، وهذا الشيخ فتحي اللي هو كان اول واحد غنى الراي، اللي كاع الراي اللي تيتغنى دابا اللي كيغنيه الشاب بلال راه ديال الشيخ فتحي، سرقوا ليه. انا جايه لكم من الهضره الله يرحمه. هذا السيد هذا مني مشى لفرنسا طلع الشاب بلال. هذا الشيء هذا بعدا مشى عرف واحد السيده عندها دار وهذه بحكم ما كانش عنده الوراق، حرق ما دبر على الشاب بلال تطلع لفرنسا. طلع لفرنسا بما انه كان تيديه يخدم معاه تيدير شي آلة موسيقيه ما عرفتش شنو هي. ضغطي يدخلوا لدارو مره قال لي شوف انت باقي صغير، ما عندك زعما ماشي صغير، انت باقي زعما مستقبل قدام وكتخدم معايا، ندخلك لداري نثيق فيك. دخلوا لدارو. هذاك الشيخ فتحي متزوج وعنده مراه، ومراه يعني بادي مع حياته، يعني تاق في ولد بلادو. دخلوا لدارو. هذا الشيخ فتحي جاتو شي حاجه في الجزائر، ناض هبط هذا الشيخ فتحي. شي حد مرض لي من عائله هبط، كان عنده ديك الساعه ما عندوش الوراق، عنده بحال قلتي كارت سيجور بحال هكا. هبط هذا السيد للجزائر. بقى الشاب بلال قال لي ملي جا عند الشاب بلال قال لي شوف انا غنهبط عندي شي حاجه اورجون، زعما خصني نهبط للجزائر، انت غادي تخرج من الدار انا ما جاش بقى ليا مع مرتي. وهادي قال لي واخا ما كاين باس. الغدار راس تيمومه. خرج هذا الشاب بلال مشى هذاك. المهم خوت قال لي تنجي ونعاود نخدم معايا ونجيبك عندي. وهادي بقى ملي هبط هذاك الجزائر. هذا الشيخ فتحي عنده اخ اللي كان طلع باش يقرا طب في فرنسا. حتى خو هذا الشيخ فتحي تا هو جزائري. مشى قال ليه طلي على الدار. مشى دق في الدار ديال الشيخ فتحي. كيخرج ليه الشاب بلال بملابس النوم ديال من دوك الملابس ديال داك الشيخ فتحي، هذاك اللي مدلو اليد واللي وكلو طعامه واللي دخلو لدارو واللي تاق فيه. كان خونو مع الزوجه ديالو اللي هي اليوم، والخطير في الامر هي اليوم الزوجه ديال الشاب بلال. هذاك السيد هذا الشيخ فتحي حبست عليه ديك مرتو الوراق وطلقاتو وخلاتو في الجزائر، ودخل الشاب بلال وسكن في الدار ديال الشيخ فتحي. سكن في الدار ديال الشيخ فتحي بحوايجو بدارو بكل شيء. وهذاك حبسوه في الجزائر. ملي تحبس في الجزائر هذاك السيد دخل في اكتئاب حاد ومرض وداك الشيء ومات. بقى مده في الفراش. ملي كان في الفراش مسكين وكان تيغني، راه كان غنى ديالو وداك الشيء، كان الشاب بلال كيرد عليه وكيقلي ليه السم. وكان قال الاغاني ديالو كاملين اللي كان تيهضر عليهم راه كان تيهضر على الزوجه ديال داك السيد اللي دار فيه الخير اللي هو ولاد الزوجه ديالو. صوروا الوقاحه ديال الشاب بلال ملي غتوصل بيه بحال هكا. وغيجي اليوم غادي يهضر على المغربيات الشريفات العفيفات. ادويه قليل النفع قليل الاصل، ما درتي الخير حتى في اليد اللي تمدات لك. المهم نكمل لكم القصه. بقى داك السيد مسكين بالاكتئاب وتيغني واغاني ما تيطلعوش، وكان عنده واحد الكتاب كيكتب فيه الاغاني ديالو. خداه الشاب بلال ولحنو وغناه. هذاك الغنى ديالو كان ديال داك السيد، وخدا داك الغنى ديالو غناه. وهذاك السيد مسكين دخل في اكتئاب وشد الفراش. مات غير بالفقصه هذاك السيد في الجزائر، حتى حد ما سمع ليه.
بما ان كيقولوا ديك السيده كان عندها نفوذ في فرنسا، مات هذه المهم شي حاجه بحال هكا، تزوج ليه بمرتو، تزوج ليه. هادشي راه ما جبتوش من عندي، دائما كنقول لكم عندي منين جبت، منهم واليهم. تزوج ليه بمرتو، الزوجه ديال الشاب بلال والدار وهذاك الشيء اللي عايش فيه دابا من خير ولد بلادو اللي غدروا طعنوا في ظهرو. قصه حزينه، طعنوا في ظهرو، وجاي اليوم كيدير لنا فيها شاكور. علاه دابا اليوم ملي كنشوفوا الشاب خالد، راه خصكم تفهموا الشاب خالد، راه الشاب بلال ماشي حين الشاب خالد جا للمغرب والنظام الجزائري كينتقم من الشاب خالد لانه خدا الجنسيه المغربيه، وكينتقم من الشاب خالد لانه اعترف ان الصحراء مغربيه، وكينتقم من الشاب خالد لانه واحد الانسان اللي متصالح مع راسه. ولكن الشاب بلال الحقد اللي عنده على الشاب خالد هو انه في واحد الانترفيو الشاب خالد قال لهم بان الشيخ فتحي الله يرحمه كان صديق وهذا، وراه الاغاني واخدينهم من عنده، حشا الهضره الشاب بلال، وتما الشاب بلال كما كيقولوا حسفها فيه. وهاد اليوم اللي كنشوفوا الشاب، هاد الايام منين جبدنا حنا الشاب بلال، علاش ناض النظام الجزائري كيطالب وحكا وامن، قال لك راه جاسوس وهذا، شكون اللي منوض هاد الشيء كامل، هاد الشياط؟ النظام الجزائري. ولكن راه معاهم حتى الشاب بلال، السامه ديال الشاب بلال، هذاك اللي كان تيجي لبلادنا وياكل الغله ويسب المله، هذاك اللي كنا كنديروا فيه الخير، واللي كانوا كيدخلوا تيشد تيعمر شكارات الفلوس وكيمشي. هذاك ما لقى فيه حتى ولد بلادو الخير، اللي منعم اليوم من النعم ديال واحد الانسان اللي مد ليه يد ودار فيه الخير ودخلو لدارو. شفتوا مع من مجاورين، وشفتوا ولاد بلادي، شفتوا هاد القرع هذا اش داير، الجرائم اللي داير من غير سخط الوالدين اللي ما رضاش بباه، من عرفت خيتي ما رضاش بباه، ما رضاش بمو، ما رضاش بعائلته. عاد حنا المغاربه غنلقاو فيك الخير يا راس الدنجاله يا راس التيمومه. حنا شكون اللي قال لنا بانك انت النظام الجزائري قال لك سير خسر الشباب المغربي بدوك الاغاني الحباسه اللي كتجيب لينا ادوي؟ مازال كتزيد تحل فمك. وينوض النظام الجزائري يقول لك لا راه الشاب بلال حيت ما بغاش يخدم مع المخزن داك الشيء علاش تم طردو؟ لا، تم طرده لانه اساء الى الجنسيه المغربيه.